لو مش قادر تقوم من على السرير فمبروك عليك، انت مش شخص كسول، انت مصاب بالاكتئاب. لو جينا نبص على جروبات الفيس وتويتر هتلاقي كله بيشتكي من الاكتئاب، شعور بالعزلة، انا مش قادر اكمل خلاص. طب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هل فعلا كله عنده اكتئاب ولا احنا بنتفنن في فن الوجع؟ في البداية لو فكرت تروح للدكتور عشان يشخص حالتك هيقولك على حاجة اسمها الاكتئاب المزمن. عارفين يعني ايه؟ يعني ببساطة مش مجرد شعور حزين بيعدي كده وخلاص، لا ده شيء علمي في دماغك مش طبيعي، بيأثر في نفسيتك وحياتك اليومية. ومش بس كده، الاكتئاب مش زي الوجع اللي بيجي لما تفوتك صلاة الفجر، ده مرض حقيقي. لكن ازاي تكتشف اذا كنت مصاب بالاكتئاب؟ او كانت ساعات نومك متداخلة مع ساعات النهار، ودي اول علامة. لو لقيت نفسك بترفض انك تخرج مع الناس، ده بيكون جرس انذار. لو ببساطة مفيش حاجة في حياتك هتشبعك زي قبل كده، يبقى في احتمال كبير ان الاكتئاب بدأ يجي يضيف في حياتك. لكن الحقيقة في العلم، الدراسات بتقول ان الاكتئاب ده بيأثر في كيمياء المخ، بينسى ان في حاجات صغيرة ممكن تقدر تساعده، او ان الهرمونات السعيدة زي السيروتونين والدوبامين ما بتشتغلش زي طبيعتها. يعني الموضوع مش فيك، ده في كيمياء دماغك. نصيحة بقى، لو لقيت اي حاجة من الاعراض دي وحسيت انك بتقع، ابدأ بص لنفسك وقول انا محتاج اتكلم. ما لقيتش حد تكلمه، انا معاك، مفيش افضل من مكتئب بيكلم مكتئب. عندك حل افضل من كده بكتير. ابدأ بالدعاء وتقول يا رب ساعدني، انا مش تمام.